بنقابلها كل يوم تقريبا. يعني فكرة إن الواحد صعب يعترف إنه غلط، أو الإحساس المريح ده لما نكون متأكدين قوي من رأينا، حتى لو في صوت جوه بيقول طب ما يمكن. ليه بنقاوم نغير أفكارنا؟ الموضوع ده بالظبط هو محور كلامنا النهاردة، فكرة إعادة التفكير، وكمان أهمية التواضع الفكري. ليه مهارة إعادة التفكير دي بقت أساسية في حياتنا دلوقتي، وإزاي ممكن نكتسبها وننميها؟ وده كله هيكون بناء على المصادر المتنوعة اللي معانا. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بصراحة ممكن يكون من أهم المهارات اللي أي حد فينا ممكن يكتسبها. إزاي الواحد يتحدى أفكاره ومعتقداته القديمة. الكلام ده كله مستوحى من كتاب مهم جدا لأدم جرانت، كتاب حرفياً بيقلب مفاهيم كتير رأساً على عقب. وزي ما واضح قدامنا، كل الأفكار اللي هنستعرضها النهاردة جاية من الكتاب ده، فكر مرة أخرى لآدم جرانت. فخلينا نعتبر دي رحلة في عقل المؤلف وفي عقولنا إحنا كمان. يلا بينا. شوفوا الرقم ده، أقل من 1%. دي كانت حصة شركة بلاك بيري في سوق الموبايلات سنة 2014. متخيلين؟ الشركة دي قبلها ب5 سنين بس كانت واكلة السوق حوالي 50%. يعني نص الموبايلات اللي في إيد الناس كانت بلاك بيري. اللي حصل ده مش مجرد تراجع، ده انهيار، سقوط حر بمعنى الكلمة. وهنا يجي السؤال المهم، إزاي ده ممكن يحصل؟ إزاي عقلية عبقرية زي مؤسس بلاك بيري توصل للانهيار ده؟ هل هو نقص ذكاء؟ لا خالص. الإجابة في حتة تانية خالص، أعمق بكتير. وهنا ندخل في القسم الأول، فخ اليقين. وقصة مؤسس بلاك بيري مايك لازارديز هي بالظبط المثال الحي للشخص اللي وقع في الفخ ده بكل جوارحه. مايك ما كانش شخص غبي، بالعكس ده كان عبقري. بس مشكلته الحقيقية كانت إنه رفض يعيد التفكير في الخلطة اللي نجح بيها في الأول. كان مؤمن بفكرته لدرجة وصلت للعمى، بقى مش شايف أي حاجة بتتغير حواليه. والمشكلة بقى إن دي مش غلطة مايك لوحده، دي حاجة فينا كلنا في طبيعتنا كبشر. عقولنا يعني خلينا نقول إنها كسولة شوية، بتفضل دايما السهل، وإيه الأسهل؟ إننا نتمسك باللي نعرفه ومقتنعين بيه. صعب قوي إن الواحد يبذل مجهود عشان يشكك في أفكاره ويدور على الصح، ده متعب. الأسهل إننا نفضل في منطقة الراحة بتاعتنا حتى لو كانت غلط. طيب عشان نفهم أبعاد المشكلة محتاجين نشخصها صح. آدم جرانت بيقول إننا كلنا بنقع في 4 أنماط تفكير أو 4 أدوار بنلعبها بعقولنا. أول وضع هو الوعظ. هنا الواحد بيتحول لشخص واقف على منبر وبيلقي خطبة. هدفه مش إنه يوصل للحقيقة، لأ، هدفه إنه يحمي أفكاره اللي بيعتبرها مقدسة وينشرها، وأي نقد ليها بيعتبره هجوم شخصي عليه. الوضع التاني هو وكيل النيابة. هنا بقى بنبقى زي المحققين، بندور على أي ثغرة، أي غلطة في كلام اللي قدامنا عشان نثبت إن هو غلط وإحنا صح. الهدف مش الفهم المشترك، الهدف هو الانتصار في النقاش وبس. وتالت وضع هو السياسي، وده شبه المرشح في حملة انتخابية، كل همه إزاي يكسب تأييد الناس وموافقتهم. الحقيقة والدقة مش أولوية، الأولوية هي كسب الجمهور في صفنا. وأخيراً نوصل للبطل في الحكاية دي كلها، وضع العالم. العالم بقى قصته مختلفة تماماً، لا همه يدافع عن فكرة ولا يكسب نقاش ولا يرضي جمهور. كل همه حاجة واحدة بس، يدور على الحقيقة، حتى لو ده معناه إنه يكتشف إن كل اللي كان بيؤمن بيه طول عمره كان غلط. والمقارنة دي بتلخص كل حاجة، الواعظ ووكيل النيابة والسياسي، التلاتة بيجروا وراء هدف واحد، الفوز. لكن العالم هدفه أسمى وأعمق، البحث عن الحقيقة. وده الفرق الجوهري اللي بيغير كل حاجة. تمام، بعد ما شخصنا المشكلة خلينا نتكلم في الحل. إزاي نتبنى عقلية العالم دي؟ البداية بتيجي من فكرة ممكن تبان غريبة شوية، إننا نلاقي متعة في اكتشاف إننا كنا غلط، إننا نشوف الخطأ ده مش فشل، لأ، ده خطوة في طريق الوصول للحقيقة. تشارلز داروين قال مقولة عبقرية بتلخص فكرة كبيرة قوي، إن في أحيان كتير الجهل هو اللي بيولد الثقة الزايدة، مش المعرفة. كل ما الشخص عرف أقل كل ما ثقته في نفسه عليت. غريبة بس حقيقية. وده ياخدنا لظاهرة نفسية معروفة اسمها تأثير دانينج كروجر. ببساطة شديدة، كل ما معرفة الشخص بموضوع معين كانت أقل كل ما زاد احتمال إنه يفتكر نفسه خبير فيه. ليه؟ لأنه أصلاً ما عندوش المعرفة الكافية اللي تخليه يشوف حجم جهله. وكلنا بنعمل كده، بنبقى قاعدين بنتفرج على ماتش كورة وفاكرين إننا بنفهم أحسن من المدرب، أو بنتكلم في السياسة والاقتصاد كأننا محللين استراتيجيين عالميين. ده هو بالظبط تأثير دانينج كروجر في حياتنا اليومية، كلنا بنبقى خبراء كنبة في حتة أو في التانية. طيب، نعمل إيه بقى عشان نتغلب على النقطة دي؟
الموضوع ليه خطوتين عمليتين جدا. أول حاجة، لازم نفصل حاضرنا عن ماضينا. يعني مش معنى إن الواحد كان عنده رأي غلط زمان إنه يفضل أسير الرأي ده طول عمره. عادي جدا نغير. والخطوة التانية ودي الأهم بكتير، لازم نفصل آرائنا عن هويتنا، ودي نقطة محورية. يعني إيه؟ يعني بدل ما هوية الواحد تكون أنا الشخص اللي بيؤمن بكذا وكذا، تبقى أنا الشخص اللي بيقدر الحقيقة والتعلم المستمر والفضول. لما ده يحصل، تغيير الرأي ما بيبقاش تهديد للهوية، بالعكس بيبقى تأكيد على القيم الأساسية دي. حلو قوي. كده عرفنا إزاي نشتغل على نفسنا ونعيد التفكير في معتقداتنا، لكن بيظهر تحدي أكبر. طب إزاي نساعد الناس اللي حوالينا إنهم كمان يعيدوا التفكير؟ في أداة قوية جدا في علم النفس اسمها المقابلة التحفيزية. هنا الفكرة إنك بدل ما تهاجم أفكار اللي قدامك، بتلعب دور تاني خالص، دور المرشد أو المساعد. بتسأله أسئلة ذكية تخليه هو اللي يكتشف بنفسه التناقضات في كلامه، ويوصل لدافع التغيير من جواه هو، مش منك. والتقنية دي ليها 3 أركان أساسية. أولاً، نسأل أسئلة مفتوحة، أسئلة زي إيه اللي خلاك توصل للاعتقاد ده؟ مش أسئلة إجابتها مجرد أو لأ. تانياً، نسمع بتركيز ونلخص كلامهم عشان نحسسهم إننا فاهمينهم بجد. وأخيراً، أول ما يظهر منهم أي بصيص أمل أو رغبة في التغيير، نمسك فيها ونشجعهم ونأكد لهم إنهم يقدروا. دلوقتي خلينا نكبر الصورة قوي، نطلع من الحوارات بين شخصين ونتكلم عن فكرة بناء مجتمع أو بيئة كاملة، سواء في الشغل أو حتى في البيت، بتشجع على ثقافة إعادة التفكير دي وتعتبرها علامة قوة مش ضعف. حجر الأساس في البيئة دي هو حاجة اسمها الأمان النفسي. معناه ببساطة إن كل واحد في المكان يبقى حاسس بالأمان إنه يقول رأيه بصراحة، يعترف بغلطة عملها، أو حتى يسأل سؤال ممكن يبان ساذج من غير ما يخاف حد يعاقبه أو يهينه. كل الدراسات بتأكد إن ده هو العامل رقم 1 في نجاح أي فريق. وهنختم بالسؤال ده عشان كلنا نفكر فيه. تخيلوا معايا كده لو وصلنا لمرحلة مجرد إن حد يقول أنا كنت غلطان، دي ما بتعتبرش دليل على الجهل أو الضعف، لا، دي بتبقى دليل على النزاهة الفكرية والشجاعة. تخيلوا لو الاعتراف بالخطأ بقى هو بداية التعلم مش نهاية النقاش. ده هو الهدف الأسمى لثقافة إعادة التفكير.